فصلك الخالد، نعم هذا هو الفصل الخالد، هذه الكرة الخالدة التي ستروى ربما للمباراة النهائية والتي ربما توصلهم إلى المباراة النهائية في كأس العرب. عليك أن تضيء وعليك أن ترى وعليك أن تكتب فصلك الخالد، فعادة يتجاهل التاريخ معظم الأيام إلا الأيام التي تغير مجرى المباريات، إلا اللحظات التي تغير مجرى مثل هكذا مواعيد. سجل المنتخب المغربي أولا، وضع الكرة في المرمى. أساس الكرة الماضية في الجهة اليسرى، هذا هو عبد الرزاق، وهنا النقلة والكرة التي لعبت بطريقة مثالية. المهداوي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، سيدي المهداوي، سيدي المهداوي يسجل ثاني أهداف المنتخب المغربي. مروا الثالث، عمر الذهب، عمر الذهب. لا يصدع لا يصدع لا يصدع لا يصدع هذه اللقطة. وهنا لدينا الكرة في الجهة اليمنى، وسبق دفاعات الإمارات. يقولون في المغرب اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة، وهذا ما فعل طبعا عبد الرزاق عبد الله في ثالث الأهداف. بهذا انتهت رواية النصف النهائي الأول، والمغرب في المباراة النهائية سيلعب طبعا المنتخب الإماراتي على المركز الثالث والرابع، وطارق السكتيوي إلى المباراة النهائية. حظا أوفر للمنتخب الإماراتي. دائما ما أقول كرة القدم فوز وخسارة، لا فائز دائم ولا خاسر دائم. هكذا كانت حكايتنا اليوم مشاهدينا عبر قنوات الكأس الرياضية. المغرب إلى لوسيل، منية لليل بعد لحظات الزميل خالد جاسم. إلى اللقاء. سلام. اسكت. والسلام.